لما نزلت فيديو قلت ان انا دخلت كليه تمريض اسكندريه سنه 2011، في ناس كتير كانت فاكره ان انا جيت كندا عن طريق التمريض. فهو لا، في ناس بدات تسالني اللي هو طب انت غيرت الكليه ولا غيرت المجال، عملت ايه؟ بصوا، هو في تجربه سيئه حصلت لي في الكليه فعشان كده انا سبتها. عموما يعني باختصار كده، في كل ترم بيبقى في ماده طويله من حوالي 6 او 7 ساعات، مش فاكر بالظبط. المهم ان انا عديت اول ترم، تاني ترم كان كل حاجه تمام، درجاتي كويسه. دخلت الترم الثالث، رئيسة القسم بتاعت المادة دي دخلت، فكان تعرفنا من نفسها، تعرف علينا وكلام من ده. فانا اسمي طويل، 6 اسامي. فجيت وانا بقوله اتريقت، الناس كلها ضحكت الا انا الوحيد اللي ما ضحكتش طبعا. فاعترضت على اللي هي بتقوله وتنشنا انا وهي جوه المحاضره. المهم الموضوع ما كملش. قعدت 4 ترمات بسقط في نفس الماده بتاعتها، اللي هي رئيسة القسم بتاع الماده دي يعني. كل المواد انا بنجح فيها الا الماده دي. فجيت في رابع ترم قالوا لي خلاص انت لو سقطت الترم ده كمان هتتفصل. فاضطريت ان انا اسحب ورقي من الكليه وقدمت في كليه تانية، فالحمد لله اخدت بكالوريوس تاني. دلوقتي انا في كندا باخد درجه فوق البكالوريوس الحمد لله. وحصل لي موقف مشابه والدكتوره دخلت تعرفنا بنفسها كده، بس ما فيش حد بيعترض، ما فيش حد بيتريق. فالحمد لله يعني مصر فيها حاجات كتيره كويسه، وفيها كليات كتيره، وفيها دكاتره كتير انا قابلتهم اصلا في كليه تمريض محترمين جدا. سبحان الله، ممكن انا كان حظي مش حلو في الموضوع ده، ولكن هو نصيب في الاخر.